حسن كان شغال سواق خاص عند رجل أعمال كبير، وكان بيتعب ليل نهار عشان يجهز شروق خطيبته اللي كان بيحبها من صغره. شروق كانت دايما بتمثل إنها بنت غلبانة وبتقوله: يا حسن أنا بنام من الساعة 9 عشان أصحى لشغل الحضانة. وحسن كان بيصدق ويخاف عليها من الهوا الطاير. في ليلة حسن كان بيغسل عربية المدير بتاعته ولقى كارت دعوة لفرح في فندق 7 نجوم. المدير قال له: يا حسن خد العربية وروح الفرح ده مكاني، أنا تعبان. حسن راح وقف بالعربية قدام الفندق وشاف الصدمة اللي شيبت شعره. لقى شروق نازلة من عربية مرسيدس تانية خالص ولابسة فستان سهرة أحمر عريان، وسعر فستانها يجهز شقة كاملة. حسن استخبى ورا العربية وشافها وهي ماسكة إيد رامي، الشاب اللي كانت دايما بتقول عليه ده مجرد قريبنا وبنساعده. حسن مشي وراهم ودخل الفرح كأنه من المعازيم، وسمع شروق وهي بتقول لصحبتها في الحمام: حسن ده مجرد استبني، بياخدني يفسحني ويصرف عليا لما رامي بيكون مشغول مع البنات التانية. أنا مستحيل أتجوز سواق، أنا بس بستغله يفرش لي شقتي عشان أتجوز فيها رامي. حسن الدم غلي في عروقه، بس ما كانش عاوز يعمل فضيحة بضربه. عمل حاجة أذكى بكتير، راح لرامي وقال له ببرود: أنا السواق بتاع شروق، وهي نسيت شنطتها في العربية ومطلع لك فيها أشعة وتحاليل إنها حامل منك وعاوزة تتجوزك بسرعة. رامي وشه جاب ألوان وخاف على سمعته، وراح واجه شروق قدام الكل وفضحها وقال لها: انتي كنتي بتشتغلي السواق بتاعك وكمان عاوزة تلبسيني طفل. شروق اتفضحت قدام المعازيم كلهم، وحسن واقف في نص القاعة وقال لها: الفستان الأحمر لايق عليكي قوي يا شروق، بس للأسف ريحته فاحت بالخيانة. حسن سابهم يقطعوا في بعض ورجع شقته ورمى كل صورها في الزبالة، وعرف إن اللبس الغالي ما بيغطيش القلوب الرخيصة. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي يستغلك كوبري عشان يوصل لغيرك لازم يقع في النص والكل يتفرج عليه، والحقيقة دايما بتبان في سهرة ما كناش على البال.